اختار جمهور أتلتيكو مدريد الضغط النفسي على لاعبي ريال مدريد، فحشد الصفوف أمام مقر إقامتهم في الفندق لتبدأ الفرجة في تلك اللحظة، لينهيها لاعب أتلتيكو مدريد بالفوز ب1-0، لتنتقل المقابلة إلى ضربات الحد، ضربات المتعة، ضربات الجزاء. كان فيها الحظ لفريق واحد في كل جولة يراهنون على سقوطك، ولكن في ليالي عصبة الأبطال هناك فريق واحد اسمه ريال مدريد، ريال الحظ، ريال المتعة، ريال الفرجة، ريال الحماس، ريال الإبداع، وريال الألقاب. حولها رودريجر إلى حلم، إلى فرحة، وأهل ريال مدريد، ويبكي سيموني وأتلتيكو مدريد والجمهور. الله عليك واحتفالاتك يا رودريجر بالجري المستقيم، وكل اللاعبين يحتفلون معك، فأنت في ليلة كبيرة، ليلة إسقاط أتلتيكو مدريد. في عالم كرة القدم كل شيء ممكن، الفوز والخسارة والمغامرة، وحتى القصص الخيالية المستوحاة من أفلام الجريمة، فكيف لا؟ فأنت الوحيد القادر على اجتياز الصعوبات، والكل يتساقط كالورق لتبقى أنت يا ريال مدريد. في الأخير الكل يذهب، الكل يسقط إلا أنت يا ريال مدريد، ففي الآخر أنت هو الفائز، أنت هو المتوج. فالكأس صاحبة الأذنين لا تحب إلا سواك. في الأخير يبدأ الاحتفال كما العادة، فالسادسة عشر قريبة يا